الحقيقة إني مش باكره التليفون، الحقيقة إني باكره إن التليفون سرق ابني وبنتي مني. زمان قبل ما الولد يكبر كنت بعرف بيفكر في إيه، بيحب إيه، بيضحك مع مين، أصحابه مين. دلوقتي كل اللي شايفه منه ظهره، قاعد في الأوضة قافل على نفسه الباب، قاعد معانا حاطط السماعات في ودنه، أكلمه ما يردش عليا، ولو رد عليا يقول لي حاضر وما بيعملش الحاجة. درجاته بدأت تقل ونومه بدأ يتعكس وحياته اتشقلبت من فوق لتحت بعد ما عرف الجهاز ده. أنا خايف عليه جدا ومش عارف أتصرف معاه إزاي، وخوفي ده بدأ يتحول لأوامر. هات التليفون، هقفلهولك، تعال اقعد معانا، مش معقول انت طول الوقت قاعد جوه الجهاز ده، خليك معايا، اتكلم معايا. خوفي بقى عفريت، خايف افقده يا جوه الشاشة يا بانتقادي ولومي وغضبي علشان يسيب الموبايل كأنه بيغرق وانا مش عارف انقذه. طب يا ترى المراهق كمان شايفني خايف عليه كده؟ شايف خوفي عليه؟ شايف قلقي عليه من عزلته ووحدته، ولا بيفكر في حاجة تانية؟ تابع الفيديو التاني عشان تعرف المراهق بيفكر ازاي.